عليكم. النهاردة هنشرح مع بعض باترون الجيبة الكلاسيك أو الجيبة الأساسية. هتظهر معاكم دلوقتي على الشاشة. أما عن هي اتسمت للجيبة الأساسية لأنها بنستخرج منها باقي الجيب الموجودة كلها زيها زي الباترون الأساسي كده. دي الحاجة التانية، الجيبة الأساسية أو الجيبة الكلاسيك دي هي بتستخدم في أوقات العمل الرسمية، يعني لو انت رايحة وقت عمل أو رايحة مدرسة أو رايحة مكان لازم تبقي فيه بالشبه الفورمال، فهي بيبقى الاختيار الأول في اللبس. دي الحاجة التانية ان من خصائص الجيبة الكلاسيك ان وسع الديل عندنا بيبقى على قد دوران الأرداف. يعني لو الأرداف عندك نازلة مثلا كده، هي لازم تبقى نازلة معاها كده، ما ينفعش ان ننزل الديل على واسع، لا، هي بتبقى نازلة على قد دوران الأرداف. تمام. من خصائص الجيبة الكلاسيك كمان انها بتكون لحد الركبة. طبعا هي دخل عليها تعديلات ان هي بقت بتبقى واصلة لحد الديل، بس لا، هي كانت لحد الركبة بس. وطبعا بيبقى فيها قمر، وبيبقى فيها بنسة في كل ربع او بنستين في كل ربع. تمام. طيب، من هنا عرفنا الجيبة الكلاسيك ايه خصائصها. هندخل دلوقتي على الباترون الاساسي ازاي بنرسمه. اول حاجة دلوقتي عندي الجيبة دي بتبدأ من الوسط، فهاخد دوران الوسط. ثانيا بتمر بدوران الارداف، فهاخد بتمر بالارداف، فهاخد دوران الارداف. في مسافة طولية ما بين الوسط والجنب، ما بين الوسط والأرداف اسمها مسافة طول الجنب. وفي كمان مسافة طولية أخرى اللي هي طول الموديل الكامل، والموديل هنا اسمه جيبة أساسية أو جيبة كلاسيك، فهاخد طول الجيبة الكلاسيك أو طول الجيبة الأساسية زي ما انتم بتسموها. تمام. عندي هنا دوران الوسط هاخده 80، ودوران الأرداف هاخده 100، وطول الجنب هيكون عندي 19 سنتي، وطول الجيبة الأساسية عندي ممكن أخليها 50 سنتي. تمام. وطبعا المقاسات عندي بتبقى متغيرة، كل الثابت عندي هي المقاسات اللي مفروض تتاخد ايه، انما الأرقام عندي متغيرة، يعني ممكن 100 تتغير، 80 تتغير، 50 تتغير. هاجي بقى هبدأ عندي في الباترون بتاعي بخط بالعرض، وهو خط عرض الباترون اللي هبدأ بيه بنجيبه من نصف دوران الأرداف. طيب الأرداف عندي كانت كام؟ كانت 100 سنتي. 100 دول نصهم 50، فهاجي كده بالمزورة بتاعتي وهبدأ أسيب بس مسافة من فوق كده، وهشتغل على 50 سنتي. هاخد هنا 0، وهنا 50 سنتي. تمام. هغير بس القلم علشان يبقى واضح معاكم. هنا هيبقى 50 سنتي بتوعنا، وهبدأ أشد خط بالعرض. الخط ده هيبقى اسمه خط، مبدئيا هيبقى اسمه خط عرض الباترون، لأن اسمه هيتغير لما الجيبة تتكون. مش هيبقى اسمه خط عرض الباترون، هيبقى اسمه خط الوسط. بعد كده هنزل مسافة طول الجيبة، يعني هنزل خط بالطول. الخط ده هنزله بمسافة طول الجيبة. طول الجيبة عندي كان 50 سنتي، فهنزل كده بمسافة 50 سنتي اللي هم طول الجيبة عندي 50 سنتي هنا. وهاجي الناحية التانية كمان هاخد 50 سنتي بتوعي هنا. وبعد كده هقفل اجزاء المستطيل بتاعي اللي هيبدأ يرسم معايا، او اللي فيه هرسم باقي اجزاء الجيبة، خطوطي اللي بالطول، وكمان هرسم خطوطي اللي بالعرض. وهقفل كمان المستطيل بتاعي من هنا او المربع، لان عندي توافق ان خط العرض نفس مقاس خط الطول.
طيب انا هنا المفروض ان انا هعمل الخط الفاصل ما بين الخلف والامام. طيب يعني هقسم المستطيل بتاعي ده في النص، بس هنا عندي الجيبة الاساسية بتتلبس على الجزء اللي من تحت، فبالتالي دوران الارداف بروزه بيبقى في الخلف، فالبروز اللي هو بتاع الارداف بطرد له 1 سنتي. يعني لما اجي اقسم الخط ده بالنص مش هقسمه في النص بالظبط، لا هميل 1 سنتي، مش هميل، هنتقل 1 سنتي. يعني لو خط النص بتاعي هنا، لا انا هتجه هنا 1 سنتي، وعلى نفس الخط بتاعي هنزل كده واقسم المستطيل بتاعي، بس طبعا هنا ما اتقسمش في النص بالظبط، لا انتقلت 1 سنتي، علشان الجزء اللي انا انتقلت فيه 1 سنتي ده هيبقى اسمه الخلف، واحنا سيبنا ليه للخلف سيبنا له 1 سنتي زيادة اكتر من الامام، علشان بروز الارداف عندي موجودة في الخلف. تمام، يبقى هنا عندي الخلف، وهنا هكتب بالبنط العريض امام. بعد كده هنزل مسافة 19 سنتي اللي هم عندي طول الجنب، هنزل 19 سنتي اللي هم طول الجنب، 19 سنتي، وهبدأ أرسم خط بالعرض، والخط ده هيبقى اسمه خط الأرداف. يعني من نقطة 19 سنتي دي لما أوصلها بالعرض هتعمل عندي خط اسمه خط الأرداف. وهنا طبعا الخط ده اسمه هيتغير، هيبقى اسمه خط الوسط، وده اسمه خط الأرداف، وأما هنا خط الديل. تمام. هنا لو نلاحظ ان احنا كنا شغالين في المستطيل بتاعنا عرضه كله على نص دوران الارداف، يعني احنا هنا ملتزمين ان الجيبة دي تبقى على قد دوران الارداف. طيب تمام، الديل بتاعي هنا برضو على قد دوران الارداف، وده اللي كنت بقوله في الاول خالص، ان الجيبة الكلاسيك من خصائصها ان هي تبقى دوران وسع الديل عندي يبقى على قد دوران الارداف. طيب هنا عندي منطقة الوسط اللي انا محتاجة اجسمها، لاني طبعا لو البنت لبست الجيبة بالشكل ده هتبقى واسعة من عند منطقة الوسط، لان احنا زي ما قلت لكم الخط العرض عندي بدوران الارداف، نص دوران الارداف، فمش هينفع تلبسه في منطقة الوسط، لان منطقة الوسط هتبقى اصغر من الارداف، فبالتالي لو لبست الجيبة دي ممكن تقع منها. طيب ايه الحل؟ الحل عندي ان انا اول حاجة بس برتفع في خط الطول بتاع الخلف، خط طول الخلف برتفع فيه 3 سنتي، 1 2 3، وهحط نقطة. اما في الامام هنزل 1 سنتي فقط، وابدأ اوصل النزول 1 سنتي ده بالطلوع 3 سنتي بالشكل ده. طبعا دول مهمتهم ايه؟ مهمتهم ان هم عندك لما كده دوران الارداف بروزه بتبقى في الخلف، بروز الارداف بتبقى في الخلف، ما بالك بقى لو جيتي تقعدي، فالقعده كمان بتدي شب اعمق للارداف، فبالتالي ال3 سنتي دول لما ينزلوا على الارداف هيبقوا على قد الارداف، يعني دول مهمتهم. اما هنا ده للبطن، يعني ان احنا هنا هننزل 1 سنتي للبطن، وهنطلع 3 سنتي عشان بروز الارداف. طيب ايه كمان عندي مفروض ان انا بعمله؟ هوصل بس الاول ال3 سنتي بتوعي دول، وبعد كده هاجي من هنا هاخد على الخط المايل ده هنا ربع دوران الوسط، هنا خلاص بقى ده هيبقى اسمه خط الوسط، فهاخد ربع دوران الوسط. اتفقنا ان الجيبة الكلاسيك بتتسم بالبنس، يعني من خصائصها ان هي بيبقى فيها بنس. طب تمام، انا هستخدم بنسة ولا 2؟ يفضل بنسة واحدة كفاية. تمام، فانا لو هستخدم بنسة في كل ربع، يعني هنا بنسة وهنا بنسة، المفروض ان انا هاجي هنا ده الخلف، مقدار البنسة في الخلف عندي القانون بيقول لي مقدار البنسة عندك في الخلف 2 سنتي، فهاجي هنا هاخد ربع دوران الارداف زائد مقدار البنسة، ربع دوران الوسط زائد مقدار البنسة. طيب الوسط عندي كامل 80 على 4 فيها 20 و2 22 سنتي. هاجي هنا واخد نقطة عند 22 سنتي اهي كده بالشكل ده، وهاجي الوسط ربعه الاساسي كان عندي كام؟ كان 20، نصه 10. طب هحط نقطة ليه عند النص اللي هو 10 ده؟ عشان ده مكان البنسة، يبقى ده مكان البنسة انما ده مكان التجسيم. طيب اول نقطة دي هنزل منها بشكل كده، يعني نرجع تاني للي كنا بنقوله، ان احنا هنوصل نقطة
اللي هي طلعتها من ربع دوران الوسط زائد مقدار البنسة اللي هما كانوا 2 سنتي، النقطة دي هوصلها عندي بالخط ده اللي هو خط الأرداف. طيب ولو عندك مسطرة المنحنيات يبقى أفضل. طبعا مسطرة المنحنيات بتاعة الجنب مش دي، بس أنا عشان بشتغل على مقاس مصغر فدي ممكن تجيب معايا الشكل تمام. واخلي منطقة الجنب نازلة بكيرف مش بخط مستقيم، لان المساطر هنا هتديني شكل مستقيم، انما الكيرف هيديني شكل الجنب بالظبط. طيب هنا الوسط واسع، هنا كده الوسط واسع لان احنا المفروض نجسم على قد ربع دوران الوسط بالظبط، انما احنا هنا مجسمين بالنقطة بتاعتنا دي عند ربع دوران الوسط زائد مقدار البنسة اللي هما 2 سنتي. فبالتالي هنا لازم اخد البنسة علشان كمان يبقى حصل عندي هنا خياطة اللي هي التجسيم، وهنا كمان هقص ده فيحصل عندي ان الوسط يبقى على قد وسط البنت بالظبط. طيب هعمل الكلام ده ازاي؟ انا دلوقتي حددت مكان البنسة، يعني البنسة مكانها بيبقى في نص ربع دوران الوسط. ربع دوران الوسط اللي هو الاساسي اللي هو كان لو دوران الوسط 80 على 4 فيها 20، هيبقى هاخد 20 سنتي نصهم 10. طيب خلاص خدت مكان البنسة. بيقولك طول ضلع البنسة في الخلف 12 سنتي، هنزل كده عند ال 12 سنتي دول وانزل بالعمود ده. طيب وبعدين بيقول لي مقدار البنسة كان كام سنتي؟ كان 2، هاخد 1 سنتي شمال البنسة، شمال نقطة البنسة، و1 سنتي يمين نقطة البنسة عشان يبقى التوتال عرض البنسة عندي 2 سنتي. وهنزل كده بالأضلاع بتاعتي دي تمام. هنا بقى هاجي هشتغل في كده. انا خلاص عملت الجيبة، عملت تجسيم الوسط، هبدأ اشتغل هنا في الامام عندي مقدار البنسة فيه بيبقى 3 سنتي. طيب 3 سنتي، وكمان عندي الوسط كله كان انا بشتغل على الربع دلوقتي، الربع الامامي، ف 80 على 4 هيديني 20 و3 هيبقى 23 سنتي، وهاخد مقدار 23 سنتي بتوعي اللي هم هنا بالشكل ده. وطبعا هنزل بيهم بكيرف اللي هو كده من نقطة تجسيم الوسط الى الارداف بالشكل ده. طبعا اتفقنا ان هو في كيرف تاني غير ده بس بشتغل بيه عشان انا بشتغل على مصغر، فالكيرفات الكبيرة مش هتيجي معايا. طيب او لو نزلتي بالمسطرة كده هيفرق معاكي ان انتي الخط اللي انت عملتيه هتبقي في نصه بالظبط، هتحطي نقطة وتخرجي لبره نص سنتي وتبدأي ترسمي الكيرف ده. طيب بعد كده هنا الوسط برضو واسع عليا علشان انا واخده ربع دوران الوسط زائد مقدار البنسة، فلازم اخد البنسة. طيب هنا هاخد البنسة بتاعتي اللي هي في نص 20 سنتي بالظبط، يعني عند 10 سنتي. هنا طول البنسة في الامام هتبقى 10 سنتي بس، فهنزل 10 سنتي بتوعي هنا وهبدأ اوصل بالشكل ده. هاجي هنا عندي البنسة عرضها 3، فهاخد 1.5 سنتي يمين البنسة و1.5 سنتي شمال نقطة البنسة، وهبدأ اوصل اضلاعي بالشكل ده عشان يبقى عندي طول البنسة وعرضها مظبوطين. تمام. بس كده هي دي تفاصيل الجيبة الكلاسيك. كل الموضوع ان انا دايما عندي الجيبة الكلاسيك بيبقى الخلف فيها على مفتوح، فهسيب لنفسي بس 2 سنتي لبره كده، 2 سنتي بطول الجيبة كله، وهاخد خط كده بيوازي خط طول الخلف، وهقفل كمان خط الديل. طيب ليه دايما الخلف بيبقى على مفتوح في منطقة
الخلف في الجيبة الكلاسيك بيقولك اول حاجة علشان الجيبة الكلاسيك بتتسم ان ديلها بيبقى على قد دوران الارداف، يعني ما ينفعش تلعبي فيها وتوسعي منطقة الديل، فبنسيب فتحة في الخلف. يعني لو بنت رفيعة واردافها رفيعة هينزل الديل ده ضيق جدا، فعشان هتعرف تمشي مش هتعرف، فبنسيب فتحة من ورا مقدارها من 10 ل15 سنتي. وكمان هي بتبقى مجسمة جدا على قد ربع دوران الوسط والارداف، هي بتبقى مجسمة، فبنسيب سوستة في الخلف برضو من 15 ل20 سنتي. فبالتالي كده كده هتبقى في خياطة في الظهر، فبنسيبها على مفتوح علشان السوستة وعلشان الفتحة اللي ممكن تجبرنا تبقى موجودة فيها، علشان مثلا لو البنت ربع دوران اردافها رفيع فالديل كمان هينزل رفيع. هو ده شكل الباترون عندي. كل اللي انا قلته اساسيات. هبدأ بس دلوقتي كل اللي انا هعمله اني هقص الباترون وهوريكم ازاي نطبقه على القماش، ولو في امكانية اعرف اخيطه معاكم هخيطه. طبعا سقوط واحد وهبدأ اخد شكل هنا هنا اخد المتر اللي معايا، ده اول حاجه عندي، ده تمام، وهبدأ اخد معايا اسف، هبدأ من هنا اخد من هنا كده خيط كده بسيط هبدأ معايا. هنا افرد القماش بتاعي، واتفقنا ان الخلف عندي هيبقى على مفتوح، فهجيب الخلف عندي هحطه على متن مفتوح. اتفقنا ان لما يكون القماش عندك متطبق على طبقتين ويكون فيهم جزء على مفتوح بالشكل ده بيبقى اسمها متن مفتوح، اما لو القماش متطبق على متن مقفول بالشكل ده هيبقى اسمه متن مقفول. هجيب القماش بتاعي اللي هو متن مفتوح ومتن مقفول، و اول حاجة لو انا حطيت الباترون بتاعي بالشكل ده، الخلف على الخلف على متن مفتوح، الامام عندي بالشكل ده، وحطيته بعيد هنا على اول تانية القماش، لان احنا متفقين ان الامام هيبقى على متن مقفول. لو انا حطيته بالشكل ده هيحصل عندي هنا هادر كبير جدا في القماش. طيب هعمل ايه؟ المفروض ان انا هشيل باتروني دلوقتي وهشوفه هو هيحتاج قد ايه كده وكده مع نسب الزيادات اللي هي بتاعه الخياطه. فهيبقى عندي مثلا القماش اللي انا محتاجاه لحد هنا، هاجي واروح عامله بالشكل ده، هشيل ولحد العلامه اللي انا علمتها وهعمل كده. شوفوا وفرت قد ايه من القماش. فالقماش عندي لما يطلع قطعه كامله افضل من ان هو يطلع قطعتين ومعرفش استخدمه بعد كده. طيب هجيب بقى اللي انا حددته عندي من القماش بالشكل ده، اللي هو مقدار باتروني كله زائد الخياطات بتاعتي. هجيب بالشكل ده كده وهثبت، ويفضل طبعا تثبتي بدبابيس هنا وهنا. الامام خط نصف الامام على متن مقفول، عشان تبقوا عارفين المصطلحات اللي بنتكلم فيها. خط نصف الامام على متن مقفول. هجيب دبابيس بس، هحط كده خط نصف الخلف على متن مفتوح، تمام، وخط نصف الامام على متن مقفول بالشكل ده. ونلاحظ انه ما ينفعش نسيب اي هوا في الباترون، او ان مثلا خط نصف الامام ما يبقاش على حرف القماش بالشكل ده، عشان ما يديكيش مقاس اكبر من مقاسك. هنا لو انا مش هشتغل بتباشير مثلا واعرف اطبع، هحط كربون من بتاع القماش تحت الباترون بتاعي، تحت القماش هحط كده بالشكل ده. هحط الكربون بتاعي، لو مش هتقضي اتاكد بس ان هي تمام، لو مش هتقضي هحط واحده تانية. طيب بعمل كده ليه؟ علشان نفس اللي انا هرسمه هنا يطبع عندي الناحيه التانية اهو كده. يبقى انا حاطه على الاتجاه التاني كربون علشان يطبع لي
اي حاجة انا هرسمها هنا تطبع لي تحت، وهتشوفوا دلوقتي ازاي. اول حاجة هجيب المسطرة بتاعتي بس، واخد هنا هحط المسطرة بتاعتي على الباترون، وهاخد خط الديل ده هعلمه بالظبط. يفضل طبعا ان انا اعلم باتروني الاول كله، طبعا هنا هيبقى بميل لازم تعلميه كله. وهنا طبعا هتمشي، احنا عارفين ان هي باينة، بس هاجي بعمل كده على البنسة نفسها عشان تطبع عندي تحت وفوق البنسة. وهاجي هنا كمان هحط المسطرة بتاعتي على الباترون كده بالشكل ده، هحط كده هحط هنا المسطرة بتاعتي على الباترون بالظبط، بحيث ان اول قلمي يبقى ماشي على القماش. لازم تحددي الباترون بتاعك الاول علشان وانتي بتخيطي تبقي عارفة بتخيطي فين وعارفة زياداتك فين عشان مقاساتك ما تبوظش منك. تمام. وهاجي هنا كمان هحدد البنسة بتاعتي، وهنا هحددها برضو. القلم باظ. تمام، بس كده ده شكل الباترون عندي. انما بعد كده طبعا في زيادات خياطة، زيادات الخياطة دي انت اللي بتختاريها. يعني لو مصنع وشغال هيشتغل على بعد 1.5 سنتي فقط، اما لو حد شغال هيشتغل هنا من 3 ل5، وهنشتغل من هنا اللي هي في تانية الديل من 3 ل5 عشان الديل بيبقى تانية جوه تانية. ولازم تحدديها بالمزورة، ما تعمليش زيي انا. خلاص النسب بالنسبة لي بقت تقديريا كده من كتر شغلنا خلاص عرفناها، انما انتوا لازم تشتغلوا بالظبط. هعمل كده، ودي نسب الخياطات والزيادات بتاعتي. نفس الموضوع هعمله هنا، ان انا هعلم باتروني على بعد 1.5 سنتي مكان الخياطات فوق. وهنا كمان طبعا انا القلم باظ مني اللي كان لازم تقيسوا بالمزورة بالظبط المسافات اللي هي هتشتغلوا عليها. تمام. هنا هبدأ، بصوا كده نفس اللي انا عملته فوق اتعمل عندي تحت، وده من الكربون. طيب الكربون ده عادي منه بيبقى فيه كربون للقماش، مفيش مشكلة، بيبقى مسافاته كبيرة يعني اكبر من اللي انا شغالة بيه دلوقتي ده، وبيبقى بيطبع على القماش عادي جدا. اول ما اشيل الباترون بتاعي اللي انا رسمته هلاقي تفاصيلي باينه. اللي هو الاساسي عندي هو ده اللي هيبقى في الخياطه، وده الزياده عندي اللي هي هتروح مع الاوفر ومع السنجل اللي احنا هنشتغل بيهم. هعمل كده. لو انا كده يعتبر خلصت، بس لو اتاحت ليا الفرصه او لو عرفت اصور لكم فيديو للخياطه مش هتاخر. بس كل الموضوع ان انا التفاصيل ما بتبانش وانا شغاله في الخياطه، فعشان كده بكنسلها. يعني مش معايا حد يصور جامد، او مش معايا الامكانيات بتاعه الكاميرا مثلا وان حد يصور. فعلى قد ما بقدر بديكم المعلومه اللي اقدر افيدكم بيها، اما الباقي بقى فتسهيل من عند ربنا ان شاء الله. لما ربنا يكرم واقدر اوصل لكم معلومه الخياطه طبعا هصور لكم ان شاء الله. بس هحاول النهارده ان انا اصور الموديل بتاعي ده، ويا رب اقدر. ولو كده هنزله وهكمل الفيديو. انا كده تمام. ده الباترون. طبعا بيبقى عندي فيه حاجه اسمها
قمر. الجيبة دي من خصائصها ان هي بتتسم بالقمر. القمر ده حاجة سهلة جدا، وهوريكم الفينش بتاعه ان شاء الله. كل اللي انا هعمله ان نفس المسافة بتاعتي اللي هي اللي هي فضلت عندي من القماش. ولو انت عايزة تاخديه بالقانون بتاعه بيقولك هاتي دوران الوسط كامل زائد 4 سنتي بس اللي هم بتوع الزرار اللي بيقلبوا على العروة وخلاص كده. اما عرضه بيبقى 14 سنتي. تمام. فانا هاخد ال 14 سنتي بتوعي اللي هم العرض مع المسافة دي كلها، وهيبقى خط بس كده مستطيل، وهوريكم افنشه ازاي باذن الله لو عرفت ولقيت ان الكاميرا جايبة التفاصيل بتاعتي. المفروض ان انا هاخده هنا 14 سنتي. 14 سنتي. طبعا المسافة دي اكبر، بس انا كل الموضوع ان انا كده كده بيبقى فيه عندي زيادة بقصها في الاخر، فباخد ضمان يعني. هعمل كده وبس كده. هو ده القمر. هوريكم تفاصيله ازاي في المكوى والشغل ان شاء الله. مع السلامة. السوسته اللي انا هستخدمها في الجيبه هي دي مقاسها 20 سنتي، وبتبقى سحريه زي ما انتوا شايفين كده. وعندي القمر بكويه بالشكل ده علشان انا النهارده هفنشه بطريقه سهله، عشان لو فيكم حد لسه مبتدئ يعرف يفنشه. اول حاجه عندي هاجي هنا وهسيب مقدار السوسته اللي مفروض نسيبها، يعني بالمزورة كده هتقيسي من اول الوسط لحد هنا 20 سنتي. وهبدأ طبعا ده الخلف عندي ومتني مفتوح على متني مفتوح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هاجي من على بعد ال20 سنتي اللي هما مقدار السوستة، وهاخد فرماتورة في الاول كده بالشكل ده. وبعد كده هبدأ امشي واسيب مقدار الفتحة اللي اتفقنا عليها اللي هما بالشكل ده. هنا هطلع وهتبقى خياطتي كلها كده، اللي هو ما بدأتش من فوق، لا بدأت من بعدها، من بعد فتحة السوستة. ومن هنا بدأت سبت المسافة اللي هي بتاعة الفتحة. بعد ما بنخيط الخياطة دي يفضل ان انتي بتروحي تكويها علشان يبقى عندك الشكل بالشكل ده من جوه، اما من بره تبقى بالشكل ده. وبعد كده تبداي تركبي سوستك السحرية، وهوريكم ازاي السوستة السحرية بتتركب. ويلا بينا. غيرت المكنة وجيت لكم من جديد علشان نعمل السوستة السحرية. يفضل ان اي حاجة هتشتغليها تبقى على مفتوح زي ما انت شايفة كده. هبدأ ده شكل الجيبة. هفتح السوستة بتاعتي، ده ظهرها. هبدأ افتح السوستة بتاعتي واعمل كده، احطها على المكان اللي انا محدداه، وهطرد الجزء ده من فوق. تمام. هجيب السوستة عندي واعملها كده وابدا اخيط. طبعا ببقى مغيره الدواس لدواس فرده واحده. انا نقلت على المكنه دي مخصوص عشان انا كنت مركبه عليها الدواس الفرده الواحده اللي هو بتاع السوستة السحريه، والمكنه التانية كان عليها الدواس الفردتين اللي بنخيط بيه العادي خالص. طبعا هنا انا كويتها علشان يبقى عندي فيه حرف المكوى، وده هيساعدني اني ابقى ماشيه عليه، وعلشان السوستة بتيجي معاكي بالظبط. بصوا عملت زوم على السوستة عشان تشوفوا انا هعمل ايه. السوستة السحرية بنقلبها بالشكل ده، وبنخلي الابرة تيجي معاكي تحت السوستة بالظبط، يعني بقلبها بالشكل ده كده. وهبدأ اشتغل. طبعا هاخد فرماتورة في الاول، بعمل بلون مختلف بس عشان يظهر معاكم في الكاميرا. بس يفضل طبعا ان احنا نشتغل ب نفس اللون، سواء كان السوستة سواء كان الخيط سواء كان كل الكلام ده، بيساعد ان الفينش بتاعك يطلع مظبوط. ومن بعد ما مسافة الفتحة اللي انت سايباها تخلص بحاجة بسيطة كده هتطلعي على طول. يفضل ان انت ما تفضليش تخيطي السوستة اللي باقي منها علشان ما يوقفش معاكي الجزء اللي فاضل من الجيبة. هلف الجيبة بتاعتي كده، هوريكم الجزء ده.
هلف الجزء بتاعي، هلف الجيبة بتاعتي وهجيب الجزء التاني ده بالشكل ده وهبدأ اشتغل. انا خلاص خيطت الجزء ده، هبدأ اشتغل هنا. ويفضل ان احنا ما نخيطش السوستة بعد الفتحة بتاعتنا اللي احنا محددينها بكتير. يعني لو الفتحة خلصت هنا خلاص كفاية ان احنا يدوبك ناخد من بعدها فرمطورة وخلاص. بعد كده هاجي كده اثبت الجزء بتاعي ده واعمل كده. وطبعا اتفقنا ان احنا بنرفع السوستة عشان سوستة السحرية بتبقى مبرومة، اهو لازم تعملي لها كده بصباعك وانتي ماشيه وبالراحه طبعا لو انتي لسه جديده علشان ما صباعك ما يحصلوش حاجه. وهبدا اعمل كده واخيط لحد ما انتهي خالص. هوريكم الشكل النهائي بتاعها. بصوا بتبقى كده، هتطلعيها بايدك لحد ما تظهر معاكي بره، وبعد كده هتعملي كده هيبقى هو ده شكلها، ولا كأنك مركبة اي حاجة خالص. اللي هو خط خياطة بالشكل ده مكمل لطول الجيبة. تمام، ده شكل وطريقة تركيب السوستة السحرية. هنكمل بقى الجيبة على، خلينا على المكنة دي، او لا هنقل على المكنة التانية عشان الدواس الفردتين. هغير معاكم الدواس. المفروض ان ده الدواس بتاع الخياطة العادي، انما ده دواس اسمه دواس فردة واحدة. هفك المسمار ده وهبدأ ارفع الركبة بتاعتي واشيل الدواس اللي هو فردة واحدة اللي هو بيبقى شكله كده، وهحط الدواس اللي هو الفردتين علشان يبقى معايا كده. ولازم اربط طبعا المسمار بتاعي جامد. خلاص كده هبدأ اقفل ده الامام عندي. هبعد شوية عشان تشوفوا ده الامام. هجيب البنت بتاعتي واقفل اضلاعها على بعض يعني بالشكل ده، وهشتغل. وهخلي بنتي تتفق هنا. ده شكل البنسة. وطبعا لو بلون طبعا ابيض نفس درجة لون الجيبة مش هتبقى باينة خالص، وشغلك هيبقى نظيف جدا ما فيهوش اي حاجة معابة، هيبقى زيه زي شغل الجاهز بالظبط. هعمل كده وهيبقى هو ده شكل البنتين بتوعي. طبعا مع المكوى هيبقوا جمال جدا. هحط الامام واجي عند الخلف اللي انا ركبت فيه سوستة، وهاخد الضلع بتاع البنسة احطه على الضلع التاني، وهنا هعمل كده قطعت. هحاول الضمها وابدأ تاني فرمطورة في الاول، واشتغل لحد ما اوصل سنتر البنسة عندي. نفس الموضوع هنا. طبعا لازم يبقى معاكي مقص وتشطبي تشطيب نضيف، بلاش اللي انا بعمله دلوقتي ده. بس طبعا انا في حاجة لازماني الفيديو، فلازم تمام. يا رب تكون التفاصيل باينه معاكم. المفروض كل الخيوط دي دلوقتي تتشال. ثواني هجيب مقص هشيل كل الزيادات اللي عندي دي من الخيوط علشان ما تخليش الشكل وحش او تخليني حاسه ان الفينش عندي مش شكله حلو. وده هيبقى شكل الجيبه من ورا طبعا مع المكوى، ومع ان هنا يبقى الخيط نفس درجه اللون هتطلع معاكي جيبه في منتهى الجمال. هجيب الامام عندي والخلف، وطبعا ده هيبقى وجه الاختلاف ان الخلف عندي اكبر مرتفع عن الامام، عشان اتفقنا ان برود الارداف بيبقى عندي موجود في الخلف. هعمل كده وهاجي اخيط. طبعا ما ينفعش تعملي كده، لا
كده. وطبعا انا هنا محدده الباترون بتاعي بالظبط كان هنا، انما دي مسافات خياطه اللي هي هنا هنخيط على مسافات الباترون بتاعي بالظبط كده. وهنا كمان هشتغل على مسافات الخياطة بتاعتي، مسافات الباترون بتاعي. طبعا نهاياتي لازم تكون متفقة مع بعض، علشان سحب المكنة ممكن يزود عندك راق اكتر من التاني، فلازم تخلي بالك ان السحب عندك يبقى واحد، ما يبقاش فيه حاجة اكتر من التانية. هبدأ اشيل عندي اي زيادات من الخيوط واروح اعمل اوفر للجناب اللي انا خيطتها. هرجع لكم تاني على طول، اللي هو الجنب ده والجنب ده اعمل له اوفر. رجعت تاني، وطبعا الاوفر لازم يكون بنفس درجة اللون، يعني لو هي الجيبة بيضة يفضل ابيض، ولو الجيبة السوداء يفضل ان هو يكون اسود. بس احنا هنا يعني بنعمل مقاسات يعني اللي هو مصغرة وحاجات بنجرب عليها، مش حاجة حد هيلبسها. هبدأ افتح السوسة بتاعتي اللي هي مش باينة دي، اللي هي اسمها اساسا سوسة سحرية. هبدأ افتحها بالشكل ده، واجيب القمر بتاعي اللي هو انا محدداه، وهخيطه خياطة بسيطة، مش هفنشه بطريقة صعبة عشان دي اول مرة. وبعد كده بصوا، اول حاجة هقلبه وهقفل الجزء ده بتاع 4 سنتي او على قد مقدار الزرار. يعني لو الزرار عندك عريض يستاهل 4 سنتي مفيش مشكلة، لو هو يدوبك صغير و2 سنتي كفاية عليه، فهتحددي الخياطة اللي انت هتخيطيها دلوقتي دي اهي معايا بالشكل دي، هتبقى بالشكل ده، هتبقى 2 سنتي. قطعت لضمتها وهبدأ اشتغل زي ما اتفقت معاكم، ان لو الزرار محتاج 2 سنتي تمام هنمشي كده 2 سنتي، ولو هو محتاج 4 همشي 4. وهبدأ اجيب مقصي، بنحط مغناطيس كده جنبنا علشان يلقط الدبابيس والإبر، بس للأسف هو بيلقط المقصات. تمام، هعمل كده وهشيل اي زيادة عندي، وهشيل برضو دول. يفضل ان اي حاجة هتتقلب لجوه ما يبقاش فيها كلكعة قوي. مع نهاية القماش بالشكل ده هاخد فرط كده مع نهاية قصد الخياطة، وتمام كل الحاجات دي علشان ما تعملش كلكعة معاكي. وهبدأ اقلب الجزء ده لجوه كده، ولو معاكي ابرة او دبوس تعرفي تطلعي الزوايا دي اكتر من كده. تمام، هيظهر عندي القمر بالشكل ده، اللي هي الاجزاء اللي انا دلوقتي بحاول اطلعها دي بالشكل ده، هو ده اللي انا عايزاه. هبدأ هنا هجيب السوستة بتاعتي وابدأ اخيط بالشكل ده، طبعا من بداية التانية اللي انا عملتها. هعمل كده على بعد 1.5 سنتي، مش اكتر من كده علشان ما تكلكعش معاكي. خيط خياطة عادية خالص، وهرجع اعمل كده. يفضل وانا بتني كمان المسافة اللي هي هناك اعمل معاها دي، يعني انا هشيل معلش ده دلوقتي كده واقفل، اقلب دي كده واقلبها واخيط.
ده وابدأ اخيط، هلاقي ان القمر عندي متفنش معايا بشكل نضيف كده. هو ده اللي انا محتاجاه، ان نهاية القمر تبقى مع نهاية السوستة. طبعا في فينيش تاني للقمر، بس انا حبيت اعمل لكم ده عشان يبقى سهل عليكم. وهروح اعمل كل الحرف ده دلوقتي اوفر وارجع لكم تاني. عملت القمر بتاعي اوفر، وطبعا قلت يفضل ان الاوفر عندك يكون ابيض عشان الفينيش بتاعك تعبك كله ما يروحش على الفاضي. والقمر بتاعي شكله هيبقى كده. وهقلب الجيبة كلها وهقفل سوستتي. مبسوطة جدا اني عرفت اصور لكم النهاردة، لان في ناس كتير طلبت مني ان انا اصور لها طريقة الخياطة وما كنتش بعرف، بس حاولت النهاردة. ولو مجهودي يعني حلو، ويا ريت تشجعوني. وبصوا ادي شكل الجيبة من جوه من ورا، هيبقى بالشكل ده من ورا طبعا مع المكوى، ومع ان البنت تلبسها تبقى على قد جسمها بالظبط. هجيب دبوس وهعمل كده، وهعمل كده طبعا مع المكوى اهو بالشكل ده. ده شكل الجيبة النهائي، سواء كان من ورا بالبنتين والقمر والسوستة السحرية او بالفتحة بتاعة الديل. هقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.